السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير. احنا النهاردة هنعمل عشوة حلوة جدا. بصوا والله بجد طعم الرنجة تحفة جدا جدا، والسردين الملح بتاعه مظبوط جدا، مش قادرة اقول لكم ازاي. والرنجة مبطرخة ما شاء الله، البطارخ فيها تحفة. والرنجة شايفين طالعة في صوص كده ما شاء الله. وكمان قطعت جنب منها بصل وطلعت البطارخ ونضفت السردين وعملنا سلطة بالرنجة والطحينة. تحفة جدا جدا جدا. تعالى اقول لكم بقى جايبة الرنجة والسردين منين ونجرب. ان طلبته منه بجد اقسم بالله كل حاجة في الرنجة والسردين مظبوطة جدا. انا مش بحب الفسيخ بصراحة. ف أنا جِبت رِنجة يعني أنا اشتغلت كتير النهارده، فما قدرتش أطبخ، فجِبت رِنجة وسردين. خرجت كده جِبت كيلو رِنجة ونُص كيلو سردين، وقُلت أنضّفهم معاكم كده وأقول لكم الرِنجة التحفة ديّة باجيبها منين، وكمان السردين. وموجود طبعًا برضه عندهم الفسيخ حلو جدًا، جدًا. وكمان في بسارية محدّقة، وبُصّوا كل اللي أنتم عايزينه هتلاقوه. وكمان بيعملوا مخلي، بتاخدي الحاجة مثلًا جاهزة مخلية من عندهم ما فيش مشكلة خالص. منين بقى؟ من عند اللؤلؤة النبراوي. ما شاء الله، ما شاء الله، ربنا يرزقها ويبارك لها يا رب. الحاجة عندها حلوة جدًا، جدًا. بتاخدي الحاجة وأنتِ مغمضة عينِك ومضمونة جدًا. الرنجة مش حادقة أبدًا، ملحها مضبوط وطعمها حلو جدًا، تاكليها كده من غير عيش وأي حاجة خالص. ريحة السردين حلوة جدًا. أنا جِبت كيلو بس رِنجة، وجِبت نُص كيلو سردين. فلو عايزين أسيب لكم رقم تليفونها أو link هو صفحتها على الفيسبوك باسم اللؤلؤة النبراوي، تمام؟ اسم اللؤلؤة النبراوي. الصفحة ديّة ممكن تطلبي من عليها رِنجة وفسيخ أو أي حاجة أنتِ حاباها. وفي توصيل كمان وكل حاجة. هاجيب بقى الرنجة كده وأشيل بس الدماغ، وهافتحها كده بالمقص زي ما أنتم شايفين. أنا هاخليها عشان عايزة أحط عليها طحينة وأضبطها زي ما أنتم هتشوفوها دلوقتي. اللهم بارك. شوفوا البطارخ فيها عاملة إزاي، حلوة جدًا. طبعًا في اللي هي السمينة، وفيه اللي هي اللي فيها البطارخ اللي أنتم هتشوفوها دلوقتي ديّة. دي موجودة ودي موجودة. دي أنا جايبة الكيلو فيها ب135. بس حلوة جدًا ما شاء الله. شايفين البطروخ فيها عامل إزاي، اللي هو المخرّز ده، أنا باحبه جدًا. هننضّف بقى الرنجة، مش هنخلّي فيها حاجة خالص. البطروخ حلو جدًا مش حادق، الرنجة مش حادقة. ملحها مضبوط، كل حاجة فيها جميلة ما شاء الله. هافتح بقى كده الرنجة من النُص زي ما أنتم شايفين، والبطروخ هانضّفه برضه خالص، مش هاخلّي فيه أي حاجة أبدًا، وهاحطه في طبق. هاطلّع كده كل حاجة لوحدها. هاقول لكم تاني صفحة صاحبة الرنجة والفسيخ باسم اللؤلؤة النبراوي على الفيسبوك، تمام. هاشيل بقى السلسلة كده بتاعة السمكة بالشكل ده بتاع الرنجة. أنتم لو حابين تسيّحوها على البوتاجاز وتاكلوها كده ما فيش مشكلة. أنا باحب أعملها بالطريقة ديّة، بتبقى حلوة جدًا، جدًا. وجرّبوها إن شاء الله تعجبكم. أنا بادّيكم بس الفكرة، وأنتم زي ما أنتم حابين تعملوها. أنا قُلت أنا يعني باقول أنا أمّا باجيب حاجة بتعجبني لازم أشاركها معاكم، علشان برضه أنتم لو أنتم حابين تجيبوا من الحاجة دي ما فيش مشكلة، وتستفادوا من الفيديو وكده. فأنتم براحتكم خالص. أنا باقول لكم رأيي بصراحة، مش مجاملة والله ولا كمان review ولا أي حاجة خالص. أنا الرِنجة عجبتني جدًا، جدًا، والسردين. ودي مش أول مرّة أجيب منهم، جبتها برضه قبل كده وكانت برضه تحفة جدًا، جدًا. آآ وإن شاء الله تعجبكم. فحبيت أقول لكم رأيي بكل صراحة. وأنتم طبعًا براحتكم تجيبوا يعني هاسيب لكم برضه الlink بتاعها تحت في التعليقات، في صندوق الوصف. وبرضه هاسيب لكم رقم التليفون برضه تحت، تمام. خشوا بس في صندوق الوصف، اضغطوا على عنوان الفيديو، هتلاقي صندوق الوصف، هتدخّلِك على طول على صندوق الوصف. هاسيب لكم link الجروب، وهاسيب لكم كمان رقم التليفون. طبعًا في توصيل. وبرضه زي ما قُلت لكم لو أنتم حابينها مخلية، يعني ينضّفوا لكم الرنجة والفسيخ والسردين والكلام ده، تاخدوها نضيفة. ما فيش مشكلة خالص.
أنا حبيت أجيبها كده عشان أنضّفها معاكم ونشوف هنعمل إيه. أنضّف بقى كده من السَفَة ومن أي حاجة، باجرُد كده الجنوب بالشكل ده وباقوم قاطعاها كده بالسكينة، تطلع معايا ما شاء الله زي ما أنتم شايفين، بصابعنا كده ونبتدي نخلي بالشكل ده هتطلع معاكِ قطعة واحدة. أنا قُلت أجيب لهم كده رِنجة وسردين النهارده، لإن بجد وقفت كتير جدًا في المطبخ وكان ضهري ورجلي وجعوني، فقُلت يعني ما طبختش، ما قدرتش بقى، أنا كنت مخلّصة شغل تقريبًا قُرب المغرب، فما قدرتش بجد إن أنا أطبخ كمان لينا هنا في البيت، فقُلت أجيب كيلو رِنجة ويقضّوا بيه اليوم وخلاص كده النهارده الحمد لله، وقُلت أصوّر كده الفيديو معاكم. هاخلي بقى الرِنجة زي ما أنتم شايفين بالشكل ده كده. ممكن تسيّحيها على عين البوتاجاز منها للنار على طول كده مباشر، وممكن برضه تحطّي صينية ألمونيا والّا حاجة وتسيّحي عليها الرنجة برضه ما فيش مشكلة. أنا مش هاسيّحها عشان ما تحدقش منّي برضه، أنا هاخليها زي ما أنتم شايفين كده، مش هاسيّحها ولا أي حاجة، وبتبقى طعمها رهيب والله العظيم جميلة جدًا. شايفين بقى الجلدة بس بتاعة الرنجاية هي اللي طالعة ما شاء الله طالعة نضيفة، وطالعة الرنجة طالعة في صوص، وطعمها حلو جدًا، جدًا، جدًا. شايفين ما شاء الله طالعة في صوص كده حلوة جدًا، تمام كده. أنا كده خلّصت تنضيف الرنجة، ودي البطارخ بقى ما شاء الله على رأي أم سيف، بجد دي حلويات، حلويات حلوة أوي، أوي، أوي. طبعًا في ناس بتحب الرنجة السمينة، وفي ناس بتحب اللي هي المبطرخة زي ديّة. كل واحد طبعًا وذوقه، وكل واحد على حسب ما بيحب ياكل. نضّفت بقى كده الرنجة وطلّعت منها البطارخ في طبق، وكمان حطّيت الفصوص بتاعة الرنجة كده في طبق، وهابتدي بقى أنضّف السردين بالسكينة بقى، وابتدي كده أقشّر كده السردين من برّه عشان القشر اللي فيه من برّه ده نشيله خالص، عشان طبعًا لمّا بييجي في البُق بيبقى طبعًا وِحِش جدًا، فهاقشّره كويس كده، وطبعًا هنشيل الجلدة اللي برّه برضه. واشيل بقى كده قلب هاشيل البطن كده بتاعة السردين. طبعًا اللي هيقول لي مش لابسة قلافزات ليه، أنا مش باحب ألبسها، أنا باحب فأنا بصراحة مش باحب ألبس قلافزات وكده، أنا باحب ألمس الحاجة بإيديّا كده وأحس بيها بتبقى بتفرق والله بجد. فاللي قرفان بقى وأنا بانضّف الرنجة والسردين وكده ما يتفرّجش بقى وخلاص. شايفين بقى السردين عامل إزاي؟ والله بجد طعمه رهيب جدًا، يتاكل كده من غير عيش ولا أي حاجة خالص، طعمه حلو جدًا، جدًا. هانضّفه بقى كده كويس واشيل منه أي سَفَة واشيل منه القشور اللي برّه، وكمان اشيل الجلدة البرانية ديّة تبقى معايا حلو جدًا زي ما أنتم شايفين كده، اللي ياكل منه ياكل على طول. وهنا يا بنات خلاص أنا نضّفت السردين كويس جدًا زي ما أنتم شايفين أهوّة، ما شاء الله. وكمان دي الرنجة اللي إحنا طلعناها نضفناها، وكمان البطارخ. هنجيب بقى طبق كده هاشيل كام حتة كده من الرنجة، مش هاحط عليها طحينة عشان ولادي مش بيحبوا الطحينة، يعني ليّا من ولادي مش بيحبوها، وهاقطّع كده شوية بقى بالمقص زي ما أنتم شايفين. عايزين بقى تهرسوها بالشوكة على طول ما فيش مشكلة، تقطّعوها زي ما أنا هاقطّعها بالمقص قطع صغنونة كده، أنا حاباها كده تبقى قطع صغنونة، مش حابة أهرسها أوي في الطحينة. ده بجد يا بنات أحسن مكان ممكن تجيبوا منه رنجة بجد، الرنجة بتاعتهم نضيفة جدًا، جدًا، والسردين حلو جدًا، جدًا، تاخدي منهم الحاجة وأنتِ مغمضة وتدفعي فلوسِك بقلب جامد، بجد ما شاء الله. زي ما قُلت لكم اسم الصفحة اللؤلؤة النبراوي، هتجيبوا منها كل اللي أنتم عايزينه. هنا بقى الطحينة أنا خفّيتها بشوية مَيّة وما ضفتش فيها ملح طبعًا، اوعوا تضيفي فيها ملح لو أنتِ هتعمليها بالطريقة بتاعتي ديّة، ما تضيفيش ملح، عشان الملح طبعًا الرنجة مملّحة، فلو ضفتِ ملح هتحدّقي الدنيا وهتبوّظي الدنيا بجد، اوعي تنسي وتضيفي ملح. يبقى جبتِ طحينة، جبتِ كده ب10 جنيه طحينة وضفت عملته كده خفّيته بشوية مَيّة، وضفت عليه معلقة خَل وهاعصر عليه نُص ليمونة، وكمان رشّة من الكمون.
ومعلقتين من الزيت وبس كده. تمام كده، هاقلّبها بس كده كويس، وهاجيب الرنجة بقى اللي أنا قطّعتها كده قطع صغنونة خالص كده بالمقص، وهابتدي أضيف عليها الطحينة. زي ما قُلت لكم ممكن تضيفي الطحينة وتهرسيها بقى كلّها مع بعضها كده بشوكة، ما فيش مشكلة خالص. أنا بصراحة مش باحب أهرسها أوي، أنا باحبها قطع صغنونة خالص كده أقطّعها وأضيف عليها الطحينة. هاقلّبها بس كده مع الطحينة كويس. لو أنتم مكملين معايا الفيديو لحد هنا لايك كتير للفيديو يا بنات، وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو كتير عشان بس الفيديوهات بتاعتي تترفع شوية، لأن القناة نايمة جدا جدا. وإن شاء الله بدعمكم ليا إن احنا نقدر نفعلها، وكمان ننزل وصفات كتير جدا جدا. وبحبكم جدا جدا. ويا رب فيديوهاتي تكون خفيفة على قلوبكم. قلبت بقى الطحينة كده مع الرنجة، قلبتها كويس جدًا، وعصرت كمان على الوش كده نُص ليمونة، وقطعت كده قرن من الشطيطة وهاحطه كده هازينه بس كده الطبق، وطبعًا هيتاكل. قرن الشطيطة ده هيتاكل، قطعته بالشكل ده، وهابتدي أزينه بالطبق بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. إيه رأيكم بقى؟ طبق جامد والله العظيم جميل جدًا. طعم الرنجة بالطحينة بالسلطة طعمها حلو جدًا جدًا. جربوها بالطريقة بتاعتي دي هتعجبكم جدًا. وده السردين قطّعته اتنضّف زي ما أنتم شايفين. هاعصر عليه مش باحب أحُط عليه خَل، أنا هاعصر عليه ليمون بس. ودي الرنجة اللي أنا شِلتها في طبق من غير طحينة، وقطّعت كمان بصل كده، ما لقيتش بصل أخضر، فقطّعت البصل الموجود من عندي ده. ودي البطارخ وكمان السردين. وده طبق الطحينة العسل اللي أنتم شايفينه ما شاء الله. الطحينة بالرنجة، دي سلطة طحينة بالرنجة حلوة جدًا، جدًا. يا رب النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم. و هاسيب لكم لينك الصفحة في التعليقات تحت، وكمان رقم التليفون عشان اللي حابب يطلب منها يتفضل يطلب. أنا والله مش review، أنا الرنجة بصراحة عجبتني جدًا، جدًا والسردين، فقُلت أقول لكم كده رأيي فيه عشان اللي حابب يجيب منها يجيب وقلبه جامد. والفيديو بتاعي النهارده خلص، يا رب يكون خفيف على قلوبكم، وتجربوا الرنجة بالطريقة بتاعتي الجميلة ديّة، هتعجبكم إن شاء الله. واشوفكم إن شاء الله على خير في وصفة جديدة. مع السلامة.